بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلف الصالح بيقول لنا إن أنت لو عايز تكلم ربنا تقدر تكلمه وأنت بتدعيه بأي لغة بأي صيغة، خاصة وفي فترة السجود في سجودك، لأن أقرب ما يكون العبد لربه فيه وهو ساجد فيكثروا من الدعاء. ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فادعي ربنا بأي لغة وبأي صيغة وبأي حاجة انت نفسك فيها وبأي حاجة انت خايف منها. تقدر تتكلم مع ربنا بمنتهى السهولة. عندك 5 صلوات فرض، وعندك صلوات سنة، وعندك أوقات جميلة جدا للدعاء زي السحر، عندك مواضع للدعاء زي السجود، عندك ليالي فضلة زي ليلة الجمعة وأيام رمضان، وفي ليالي كتير جميلة في الإسلام. فدي كلها أبواب ونفحات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. دي نفحات من ربنا وأبواب رحمة كبيرة من ربنا يجب أن نستغلها. طيب أنت عايز ربنا يكلمك، عايز تسمع كلام ربنا، هو كلام ربنا القرآن، فأنت اقرأ قرآن واسمعه بتدبر هتعرف ربنا عايز منك إيه. ومن إعجاز القرآن إنك كل مرة تقراه بتطلع بمعلومات جديدة، وبيجي على روحك وبيجي عليك بحاجات تمس روحك بطريقة رهيبة جدا. ده من إعجاز اللغوي في هذه المعجزة الخالدة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.